قبل حوالي 6 سنوات طالع من بيتي ورايح أصلي بمسجد حولي صلاة العيد. انتظرت حتى الناس طلعوا وطلعت لسيارتي ركبت. يوم لفيتها بمشي ورا هذا بيت مطلعين طاولة وحاطين عليها ذا الدلال الحلا وذا التمر، واقفين 3 عمال يتقهوون وواقف معهم شاب أسمر جميل. أنا بروح لشرق الرياض، اشتهيت فنجال، يتخلى انزل أسلم عليهم أسولف معهم شوي أتفنجل أنا وياهم وأروح. يوم وقفت ومر ياخذ يتناول على طول فنجال ورقي ويصب لي ويمده، قلت الله يجزاك خير. المهم ماخذ لي تمره سولف، قلت بس في سؤال عندي واعذرني تقبل مني؟ قال لا خذ راحتك. قلت اليوم يوم عيد والوالده موجوده صح؟ قال لي. قلت الوالد؟ قال موجود. قلت ما اخذت اجازه ورحت تعيدهم في جده؟ قال والله ودي بس المعزب الله يجزاه خير يبيني محتاجني، وانا صراحه ما اقدر ارد له شيء. قلت ما شاء الله محبه. قال محبه واخوه وكل شيء. قال انا لي معه سالفه عجيبه. قلت انت قهوه تعطيني اياها؟ قال خذ. يقول انا تخرجت من الثانوي بجده وظروفنا صعبه، اخذت لي دبلوم ورحت ادور شغل ما لقيت. يقول جاء رمضان وحطيت خطه في بالي، قلت انا جالس اطلب الخلق وخل اروح اطلب ربي. يقول وخططت اني بالعشر الاواخر اعتكف في الحرم. يقول وفي يوم 25 رمضان يقول في واحد انا اشوفه كبير في السن يقول يناظرني ويأشر لي، يقول وجيه السلام عليكم. وعليكم السلام، وشلونك يا عم؟ طيب. قال طيب الله يطيب حالك، اجلس. يقول جلس. قال شو اسمك؟ قلت اسمي احمد. قال الله يحييك يا احمد. انت من وين؟ قال انا من اهل جده، ابى اطلب منك طلب. قال تفطر معي وتسحر معي. قال ما ودي اكلف عليك الله يطول عمرك. قال ابد فيك كلافه والله اني انبسط، انا من يوم شفتك وانا حابك. قال انا اشوفك دائما تدعي، وش تبي؟ قال والله يا عم انا اطلب من الله خير الدنيا والاخره. قال خير الاخره معروف، نبي الدنيا وش تبي انت؟ قال والله اطلب الله وظيفه. قال طيب والراتب اللي تبيه كم؟ قال الراتب اللي يمشي اموري. قال طيب تجي الرياض تشتغل؟ قال اجي. قال 7000 تكفيك؟ قال زينه مره زينه. وسكن؟ قال تمام. قال سياره؟ قال خذ هذا كرتي، بعد ما تعيد مع اهلك تخلص تعال عندي. يوم خلصنا لنا اسبوع وادق عليه قلت يا عم انا جاهز. قال ابيك تجي طيران، بحول لك مبلغ تعال طيران، لا تجي بر لا تجي. يقول يجيبني طيران، يقول يستقبلني احد عماله بالمطار ياخذني يوديني على طول على سكن، يقول يسكنني بشقه من افخم ما يكون. يقول جابني للشركه وصرت سكرتير عنده، وانا الحين لي 3 سنين عنده، راتبي 10000. قلت ما شاء الله الله يزيدك. او احنا نتقهوى والله العظيم انا يوم شفتك وانا مقبل اني ارتحت لك، وانا بقول لك هذا الرجل التاجر ذكي، عرف من وين يختار الموظف المناسب، صح؟ عرف المكسب الحقيقي لصاحب العمل هذا. نلقى شاب بهالنشاط وبهالامانه. انا اقول للشباب والله يا جماعه الخير ما لك الا الله سبحانه وتعالى. لا اله إلا الله سبحانه وتعالى اذا اراد يسهل لك ويسخر لك سخر لك كل شيء.